تعال اقول لك ازاي تقدر تتخرج بتقدير عالي في الكليه. اول حاجه لازم تحضر المحاضرات. ليه لازم تحضر المحاضرات؟ لان الدكتور في اوقات بيقول حاجات بره المنهج مش موجوده في الكتاب، فانت لازم تكون موجود عشان تكون مصحصح للحاجات دي، تقدر انك تلقطها عشان تعرف تحل كويس. تاني حاجه وبرضه بديهيه انك لازم تنظم وقتك، لازم دايما تكون مش مراكم، لازم دايما تذاكر اول باول، تمشي واحده واحده، مش تيجي تلم الماده في اخر ساعتين، ده مش منطقي. اسال وافهم، لازم تفهم عشان تقدر ان انت تحل، لان في اوقات الامتحان بتاعك بيبقى فيه نقط عايزه فهم مش عايزه حفظ، فانت لازم تكون فاهم، فاسال وما تتكسفش. لازم تعدد مصادر مذاكرتك، ما ينفعش انك تذاكر من مكان واحد، لان في اوقات ما بيبقاش بيوفر لك انك تفهم او تقدر انك تستوعب الماده، فعدد مصادرك. لازم تذاكر، تقدر بقى تعملها من كورسات، تقدر انك تذاكرها اونلاين على اليوتيوب. لازم تفهم الماده العلميه اللي بتتشرح لك. اجمد واصبر، التقدير عايز صبر وعايز نفس طويل. ممكن تجيب امتياز في ترم وتيجي في الترم اللي بعده تكون اقل، ما تيأسش، خلي حماسك عالي، كمل، الموضوع عايز نفس وده تراكمي مش ترم.